السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كي راكم خاوتي؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم جبنا لكم كل ما هو جديد وحصري عن أخبار وأسعار السيارات في الجزائر. قبل ما نبدأ لا فيديو صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، ديرونا جيم للفيديو تشجيعا باش نستمروا في نشر المزيد. أبونيو في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. خاوتي، عليكم بالدعم وعلينا بالخدمة. نبدأ على بركة الله. كشفت البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة عن مشاريع طموحة وواعدة في مجال تصنيع السيارات بالجزائر، تتضمن أبرز المشاريع عودة مصنع رونو وهران للإنتاج، جاهزية المصنع للعودة إلى النشاط بعد إعادة تكييفه مع التشريعات الجديدة. تأكيد المدير العام للمصنع ريمي هويون أن ما يشاع عن مغادرة رونو الجزائر غير صحيح. صادق مجلس إدارة رونو الجزائر للإنتاج راب على خطة لضبط النفقات وإعادة تنظيم الموارد البشرية بهدف ضمان استمرارية المصنع. تقديم مشروع إعادة التشغيل وتطوير المنشآت إلى السلطات الجزائرية منذ أكثر من عام. استثمار 15 مليار دينار 1500 مليار سنتيم في إعادة تأهيل المصنع ليواكب المعايير الجديدة. مشروع جيلي الصيني طرح رؤية طموحة للتصنيع المحلي تسعى لتحقيق تكامل صناعي يدعم الاقتصاد الجزائري. موتوكس في قطاع الشاحنات، مشروع واعد لتعزيز صناعة الشاحنات في الجزائر. مشاريع أخرى في المركبات والجرارات الفلاحية والدراجات. بعض المشاريع باشرت إجراءات الاستثمار رسمياً، بينما أخرى ما تزال في مراحل التسجيل الأولية. الشركة الاستراتيجية تنصيب لجنة خاصة بصناعة السيارات خلال الأيام الماضية في إطار الشراكة بين كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين. الجمعية الإفريقية لصناعة السيارات شارك في الاجتماع نخبة من المسؤولين والخبراء، أبرزهم أعضاء المكتب التنفيذي للكونفدرالية، المدير التنفيذي للجمعية الإفريقية، ممثل وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، مستشارون في القطاع، إلى جانب البورصة الجزائرية للمناولة. رؤية مصنع رونو وهران، المصنع الواقع في وادي تليلات بوهران، يتميز بتكنولوجيا عالية الدقة، وحدة بحث وتطوير لدعم الابتكار في الصناعة. أكد ريمي هويون أن المصنع جاهز تماماً للعودة إلى النشاط بدعم من فرق عمل متحفزة وكفؤة، مع طموح لتطوير النسيج الصناعي المحلي. الخبرات الجزائرية، الأهداف المستقبلية، تحويل مصنع رونو وهران إلى فرع رئيسي في التحول التكنولوجي لصناعة السيارات في الجزائر، دعم النظام البيئي الصناعي المحلي، والمساهمة في تحقيق الاستدامة الاقتصادية. بهذه المشاريع تسعى الجزائر إلى إعادة تموضعها كمركز استراتيجي لصناعة السيارات في إفريقيا، مع التركيز على تحقيق التوازن بين التصنيع المحلي والشراكات الدولية ودعم الكفاءات الوطنية في هذا القطاع الحيوي.